بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة. الحركة الوطنية، الأمانة الاقتصادية. لعلنا في الآونة الأخيرة كنا نشهد حدث يصب مباشرة في العملية التنموية في البلاد، ألا وهو التوقيع على اتفاقية مشتركة لمستثمر أجنبي وآخر محلي لاستثمار أحد الموارد الطبيعية في شرق السودان لإنشاء ميناء أبو عمامة. لعل الحديث هنا يعني صاحب هذا الخبر كثير من اللغط من متفقين ومختلفين على السواء، فرأينا في الحركة الوطنية تجلية الموقف بصورة أوضح. ابتداء لا نستطيع أنه أن نقف ضد كل المشاريع التنموية، لا سيما التنمية بمؤشراتها الحديثة تنبئنا إلى مؤشر حديث، وهو الفورين دايركت انفستمنت. كل البلاد تسعى إلى جذب أو تكون بؤرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب المستثمرين الأجانب، بغية التطوير والتسارع في عملية النهضة والمساهمة الفعالة في حتى الرأسمال الوطني الدائر في العملية التنموية. فابتداء لا نقف ضد كل أو ضد أي محاولة تصب في هذا الإطار يعني. لكن طبيعة الاتفاق بين أيدينا ده في بعض الإشكالات يعني، لعلها تتنافى مع طبيعة حتى المجتمع السوداني الموجود في المنطقة شرق السودان تحديدا. ابتداء هنالك مسألة يعني لابد الوقوف عليها، وهي الشرعية التي تمتلكها الحكومة الحالية، حكومة المرحلة الانتقالية بطبيعتها وبشرعيتها. في مدى شرعيتها فإنها تأخذ مثل هذه القرارات منفردة يعني بناء على تقديرات، ما في تقديرات محددة الآن سوى تقديرات صاحب القرار المتمثلة في وزير المالية. فهو يوافق على مشروع تنموي طويل الأمد إنابة عن كل السودانيين وكل المستفيدين. هذا إن كانت فيه مصلحة أصلا يعني، إذا افترضنا جدلا فيه مصلحة بنسبة عالية يعني للاقتصاد السوداني بصورة عامة. فالحكومة بتاعت المرحلة الانتقالية لا تمتلك هذه الشرعية، لا تمتلك حق القبول حتى أو الرفض يعني. ودي هي الدعاوى اللي كنا بنحاول ندعي لها من فترة طويلة جدا لتأسيس البناء الدولة المدنية دي يعني، بمؤسساتها الفاعلة اللي ممكن الناس تحتكم لها يعني. فحتى صاحب القرار الآن لا يمتلك هذه الشرعية ولا يمتلك هذا التفويض يعني حتى من الشعب السوداني. على المستوى الآخر الاقتصادي نفسه والتنموي، هنالك مؤسسة في السودان قائمة تسمى هيئة الموانئ البحرية، وهي المنوط بها إدارة وتشغيل كل المرافق البحرية في السودان. واحدة من النماذج اللي بتكون غايبة عننا دائما هي إنه البدائل قد تؤدي إلى إتلاف القائمة الموجود تماما. نحن في السودان عندنا عدد من الموانئ بخلاف ميناء الرئيسي من البحر الأحمر الموجود في بورسودان بشقيه الجنوبي والشمالي. هناك ميناء بشاير، ودي موانئ متخصصة يعني في النفط أو في غيره من طبيعة الصادرات والواردات. طبعا الموانئ الآن أصبحت صناعة ضخمة جدا وصناعة كبيرة مؤثرة بصورة استراتيجية في طبيعة الصادر والوارد. نحن نتفهم كذلك حوجتنا الماسة إلى تحديث وزيادة الطاقة بتاعت الموانئ بتاعتنا مع سوء الإدارة اللي موجودة الآن في هيئة الموانئ البحرية السودانية. ولكن بنفتكر أنه التطوير لابد أن يبدأ من الهيئة نفسها، بمعنى أن يتم إحداث سياسات جديدة بحيث أنه الهيئة تبقى قادرة على أنها تدير الموانئ الحالية تكون قادرة على إدارة وإنشاء موانئ حديثة. من المقترحات اللي بنتبناها في الحركة الوطنية إنه تحويل الهيئة أو كل الهيئات الحكومية يعني، لكن هذا الموضوع الآن بصدد هيئة الموانئ يعني، تحويل هيئة الموانئ البحرية إلى شركة مساهمة عامة باعتبارها بتدير في موارد أصيلة للمجتمع السوداني، تخص المجتمع السوداني، بتساهم مساهمة مباشرة في استقراره وعدم استقراره. وبالتالي المجتمع السوداني لا بد من أنه يكون مساهم فيها مساهمة حقيقية وفاعلة.
وكذلك لا نغلق الباب على كل المستثمرين وكل الرأسماليين الوطنيين وحتى المستثمرين الأجانب في المساهمة فيها عبر المظلة بتاعت الهيئة، هيئة الموانئ البحرية، وعبر طرحها في أسهم. وكل المستثمرين اللي وقعوا في الاتفاق بخصوص ميناء أبو عمامة أو غيره، يعني الراغبين في هذا النوع من النشاط الاقتصادي، إنه يساهموا بأسهم عبر سوق الخرطوم، يديرها سوق الخرطوم للأوراق المالية، وتكون تحت مظلة هيئة الموانئ البحرية. وبهذا نضمن على الأقل وطنية الاستثمار، وطنية الأجندة اللي من أجلها تتم بواعث هذا الاستثمار، وتوظيف حتى الأرباح والعائدات مع الحفاظ على الإقليم وعلى نسبته. ولاية البحر الأحمر تأخذ 30% 40% من هيئة الموانئ البحرية باعتبارها القائمة على أراضيها وهي المنتفع الأول منها. وزارة المالية تأخذ 30% من هيئة الموانئ، وبقية الأسهم تطرح للشعب السوداني ولكل المستثمرين المحليين والأجانب. لعل هذا النموذج أنسب لطبيعة المورد واستقلاليته واستراتيجيته حتى، بل وتوظيفه التوظيف الأمثل حتى يصب في ترقية وتحسين المجتمعات المحلية في المنطقة. نحن كذلك نفهم حوجة المجتمع الشرقاوي في المنطقة المعنية دي بحوجة الماسة للخدمات الأساسية والتطوير لما صحبوا من إهمال طوال كل الحكومات السابقة. لكن كمان برضو جذب الاستثمار لابد من انه الناس تحتكم لطبيعه الاليه بتاعته، لانه احيانا انت ممكن تفرط في المورد بتاعك ده ولا يعود عليك بنفع مستقبلا انت منتظره، وتكون فقدت الاصل بتاعك. بمجرد التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات بتقسم كثير من السياده، بتقسم كثير من التغليب المصلحه الوطنيه على المصالح الأخرى يعني. ونحن نعلم السودان الآن في محك ضيق، هنالك كثير من الاقتصاديات من حولنا تتحاول يعني إذا لم تكن بصورة مباشرة لإقعاد البلاد، لكن على الأقل الهيمنة على الموارد الأساسية الموجودة فيه يعني. ولذلك نقدم جند الاستقلالية على كل هذه الأجندة. هنالك كثير من المشاريع الوطنية التي ينبغي أن تتم رؤيتها ودراستها وفق الإطار الوطني أولا، ومن ثم الجدوى حتى الاقتصادية. شكرا.